قبل ما يبلش سجل ابو إبراهيم. عمر. قبل ما يبلش ابو عمر، اخواتي بقص تنتظروا شوي حتى يخلص ابو عمر. يلا تفضل ابو عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دائما ما نرى الشيعة الرافضة يدندنون على شبهة في صحيح البخاري أن النبي كان يريد أن يتردى من شواهق الجبال لأن الوحي فتر عنه، أي ابتعد عنه فترة زمنية لم ينزل الوحي على رسول الله. هذه الرواية موجودة في كتاب صحيح البخاري، ونحن عندنا صحيح البخاري كله صحيح، كله صحيح سوى الروايات الموجودة في صحيح البخاري الغير مسندة. وإليكم الدليل. هذا كتاب صحيح البخاري اسمه الجامع المسند، الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، محمد ابن إسماعيل البخاري. الجامع المسند أي الروايات المسندة، كل رواية مسندة في صحيح البخاري فهي صادرة عن رسول الله، صحيحة السند وصحيحة المتن. أما الغير مسنودة فهي من معلقات البخاري، علقها بعد الأحاديث ليقول أنه ليس عليها سند أو إنما هي من البلاغات. نبدأ بهذه الرواية. هنا في تفسير البغوي إحياء التراث يقول هنا قوله وقال هو مدرج من كلام الزهري فهو مرسل، ومراسيل الزهري وهي زيادة منكرة لا تصح. رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أو لفظة أن النبي كان يريد أن يتردى من شواهق الجبال هي زيادة على حديث عائشة المسنود، لكن هذه الزيادة منكرة لا تصح. نعطي هنا في فتاوي الشبكة الإسلامية هنا الرواية. وقال الزهري يقول البخاري كما في صحيح البخاري: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. هذه هي الرواية التي يقولون الشيعة أن النبي في صحيح البخاري يريد أن ينتحر. قال الحافظ ابن حجر: وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا، أي ليس موصولا بحديث عائشة، حديث بدء الوحي ليس موصولا به، إنما هي من بلاغات الزهري وهي زائدة. نذهب إلى سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، الإمام الذهبي يقول هنا: كما وقع في رواية من أخرجاه: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. وقال الحافظ في الفتح: ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. قلت: وهو مدرج في الحديث وليس من الحديث الأصلي الذي روته عائشة. هنا يقول أيضا في سير أعلام النبلاء يقول: وحقيق بالذكر أن بالحديث زيادة لا تصح، أعطى العلة لأنها من بلاغات الزهري. ويقول هنا في السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، قال: وهذه الرواية ليست على شرط الصحيح لأنها من البلاغات وهي من قبيل المنقطع، والمنقطع من أنواع الضعيف، والبخاري لا يخرج إلا الأحاديث المسندة المتصلة برواية العدول الضابطين،
ولعل البخاري ذكرها لينبهنا إلى مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي الذي لم تذكر فيه هذه الزيادة. نعم، هنا يقول في الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، يقول هنا: البلاغ هو المعتمد، ولو صح كان ذلك في أول الإسلام قبل تحريم قتل النفس، وبلاغات الزهري ضعيفة. إذن رواية أن النبي كان يريد أن يتردى من شواهق الجبال ضعيفة، لأنها من بلاغات الزهري ليست موصولة بحديث عائشة ولا سند عليها، إنما هي من البلاغات. فلا تدندنوا يا شيعة مرة أخرى على هذه الرواية لأنها ضعيفة. نقطة، انتهى رد الشبهة. بارك الله بكم. جزاك الله خير شيخنا. جزاك الله خير والله. جزاك الله كل خير يا رب. سبحان الله، اليوم طرحت علي هي الشبهة. سبحان الله، اليوم في بث من البثوث نفس الشبهة طرحت علي.